السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا النهارده جاي اكلمكم في الكيمياء. الكيمياء دي اكتر مادة انا كنت بعاني فيها في ثانوية عامة، لان انا كنت بحضرها وما كنتش بفهمها. انا كنت باخد كيمياء مع عبد الجواد، وصراحة ما غيرتش معاه خالص. اشتركت مع خالد صقر شهر، بس ما كملتش معاه. ما حضرتلوش غير حصة تقريبا وما كملتش معاه. صراحة انا حبيت شرح عبد الجواد جدا، كان شرح حلو بيوصل المعلومة كويسة، وبالذات في العضوية. يعني في العضوية عبد الجواد التوب بصراحة. ولكن انا كنت ما بحلش واجبات، ما يعني انا بحضر المحاضرات بس، بفهمها بس ما بطبقش عليها. فطبعا انت كده ما بتستفادش حاجه، انت بتاخد الحاجه ما تطبقش عليها، انت ما بتستفادش حاجه. فانا بقى قعدت كده لحد اخر السنه، انا حرفيا ما بحلش حاجه. انا كل اللي بعمله، حتى درجاتي في الشامل كانت وحشه جدا. يعني مش عارف، في شامل جبت فيه 19 مش عارف من 50، وكانت درجاتي وحشه جدا. آه ف جيت في الاخر بقى خالص، اخر تقريبا قبل الامتحانات بكام يوم قبل ما نخش الامتحانات، كنت ماسك الكيمياء عشان الكيمياء صراحه كنت واقف فيها جامد. كنتش عارف فيها حاجه، كنتش بعرف احل سؤال. كان عبد الجواد منزل لنا فيديوهات تجميع السنوات السابقه. كان الفيديو الواحد تقريبا 8 ساعات، الباب متجمع في 8 ساعات. كان اول باب 8 ساعات، وتاني باب تقريبا كان 5 ساعات. كان كده يعني. فانا كنت كل يوم باخد باب على بعضه، يعني كل يوم اخد باب شرح، واحاول اشوف اسئله عليه من كتاب كان اسمه نيوتن تقريبا، مش فاكر. لا، نيوتن ايه، كتاب نيوتن ده فيزياء. كتاب مندليف، مندليف. كنت بقى بتفرج، وواحد بيحل، كان في واحد بيحل على اليوتيوب، انا كنت بتفرج وهو بيحل بس ما بحلش، انا بتفرج وبحل على الجزء ده، على الباب ده. اسئله السنوات السابقه كانت برضو مكتوب موجوده في الكتاب، جزء فيه اسئله السنوات السابقه على الباب ده. بس ده اللي كنت بحله بس. وجيت بقى في الاخر فتره اللي هي السبع ايام بتاعت، ما كنتش فتحت العضويه. يعني العضويه انا حضرتها بس ما رجعتهاش، انا رجعت بس الاربع ابواب. وعلى فكره انت تقدر تعمل كده دلوقتي. يعني انت الفتره دي هي دي تقريبا اللي انا كنت براجع فيها الاربع ابواب، كنت باخد كل يوم باب. اضرب السرعه على اتنين، انا كده كده حاضره قبل كده بس مش مذاكره او نسيته. فاضرب السرعه على اتنين انا، او على واحد ونص، واقعد احضره، ما بعملش حاجه في اليوم كله غير ان احضر الحاجه دي. فالمهم جيت بقى اللي هو اللي كان عندنا تقريبا من كل امتحان وامتحان 7 ايام. جيت بقى في ال7 ايام بتوع الكيمياء، انا حضرت المعسكر. حضرت رجعت المعسكر تاني، كان الباب في 4 ساعات، ضربته في اتنين يعني معاك ساعتين. وحضرت المعسكر، يعني اشتركت في المراجعات النهائية بس ما حضرتش المراجعات النهائية. لان صراحة ما حبيتش شرح المراجعات النهائية. المراجعات النهائية كانت حل كتير، لكن الشرح كان يبقى معتمد ان انت حافظ كل الشرح قبل كده، هو تجميعات. فانا صراحه يعني المعسكر كان كافي جدا. المعسكر كان شارح كل حاجه كانك يعني لسه بتحضر الحصه اول مره، فدي صراحه كانت حاجه حلوه جدا. فكنت بشوف المعسكر وبشوف الحل بتاع، كنت شارك تبع عبد الجواد بتاع المراجعه النهائيه. بس طبعا ما كنتش بشوف الحل كله، كنت بشوف حل صغير يعني. بحاول اني اثبت بس المعلومات واشوف حل كده ايه. يعني اشوف حاجه حل مش كتير قوي برضه، لان الكتاب كان ساعتها مش عارف 3000 سؤال ولا حاجه. ولكن انت كل ما تحل اكتر كل ما هيبقى الموضوع بالنسبه لك اسهل. فالمهم ان انا عملت الحاجات دي كلها، واكتر حاجه تعبت فيها في مراجعتها كانت عضويه. مش الجزء الاول، الجزء التاني كان هو اللي صعب جدا. وحرفيا كان يجي عليا ليله الامتحان دي، انا حرفيا كنت مش عايز اروح الامتحان من كتر ما انا خايف من العضويه. ولكن بالتالي كانت الحاجه السهله في الامتحان كانت العضويه. بالنسبه لي انا تاريخ الكيمياء العامه كانت اصعب من العضويه كمان. وبس. وصراحة أنا كنت متوقع إن أنا هجيب من 53 ل55، وجبت 53 ونص. فالحمد لله، ودي كانت قصة الكيمياء.